عايزاكم بقى تسمعوا الصوت. سامعين؟ كريسبي من بره وطرية كده من جوه. شايفين الجمال؟ ده مش قرنبيط، ده كنتاكي الغلابة. بجد تحفة وطعمه رهيب. يلا كده نعمل القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة وطعم كده يجنن. شايفين؟ ده بقى يعني مش قرنبيط، دي فراخ مقرمشة، فراخ كنتاكي كده بطريقة بسيطة، كنتاكي الغلابة. هنعمل جنبها طاجن كده من طواجن فلسطين، نفتكرهم دايما بالخير يا رب، ويعدي أزمتهم وكربهم على خير وينصرهم. وندعي لهم كده بالنصر إن شاء الله. اول حاجة هنقول بسم الله ونجيب معانا قرنبيطة كده حلوة بالشكل ده. هبتدي اشيل القطعة الخضراء اللي فوق دي بالسكينة، هتتشال معايا بمنتهى السهولة. كل بقى الحاجات الخضراء دي هتتشال بالشكل ده، يعني سواء بالسكينة بايدك هتلاقيها سهلة جدا. وبعد كده بقى هيظهر معانا كده الوردات. كل طبعا قرنبيط على حسب ما تشتريه، في قرنبيط كده متقسم لوحده، والقرنبيطة دي بقى الوردات بتاعتها كبيرة شوية. يعني مجرد بس قطعت الوردة كده بالسكينة طلعت كبيرة، طبعا الحجم ده هيبقى كبير جدا، فهبتدي ان انا اقسمه. هخلص بقى الوردات كلها وبعد كده اقسم بقى فيهم براحتي، يعني زي ما تحبوا بقى الحجم اللي انتوا عايزينه بالشكل ده. يعني سهلة جدا وبيطلع معاكي في منتهى السهولة. انا وريتكم حجم الوردة طبعا كبير، فلازم نقسمها. كده كبيرة جدا، فمش هينفع ان احنا نعملها بالخلطة. الحجم اللي كان على اليمين ده كان حلو، وهنبتدي نعمله بنفس الطريقة. اللي هلاقيها حجمها كويس هسيبها، واللي هلاقيها ان هي كبيرة زيادة عن اللزوم هصغرها شوية، يعني زي الاحجام اللي انا ماسكاها دي هبتدي ان انا اصغر فيها بالطريقة دي. بالشكل ده هتطلع معاكي بمنتهى السهولة بإيدك، يعني مش محتاجة سكينة ولا حاجة. خلصنا الكمية كلها وعملت الأحجام اللي أنا عايزاها. هركنها بقى على جنب واجيب المية بتاعتي. كنت مدفية شوية مية كده، هبتدي ان انا ازود عليها شوية ملح. واللي هيخلي بقى القرنبيط معايا لونه كده ابيض على طول، نص كوباية حليب هضيفها كده في المية بالشكل ده. نص معلقة من الكمون، ولو في خل كمان نضيفه نص معلقة خل. وبقى ننزل بقى الوردات بتاعتنا كده على المية بعد ما تغلي، طبعا هنغليها وبعد كده نضيف بقى الورد بتاعنا. هسيبها كده يعني 5 دقايق كده في المية تاخد غلوة كده، وبعد كده اصفيها بالشكل ده. يعني مطلعينها كده بيضة زي ما هي. موضوع الحليب في المية ده بيخلي الوردات بجد حلوة قوي ومنورة كده، وما بتغيرش لونها نهائي. شايفين؟ خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها، يعني مجرد بس تعملي خط كده بضفرك هتلاقيها علمت فيها، فخلاص كده السوا بتاعها كده مظبوط. احنا مش عايزينها مهرية ومش مستوية قوي يعني. هجيب بقى هنا الخلاط اعمل الخليط بتاعي بتاع التتبيلة. 3 بيضات وكوباية ونص من الحليب، وهضيف هنا كوبايتين من الدقيق. يعني كوباية ونص حليب كوبايتين دقيق، الخلطة هتطلع معاكي كده مظبوطة جدا. و3 بيضات ما ننساهمش، وشوية بقى خضرة كده، يعني لو شبت بس يبقى حلو قوي. انا عملت شبت وكزبرة، ما تضيفيش بقدونس. الشبت والكزبرة بيدوها طعم ونفس حلو جدا. دي بقى حوالي كده 5 فصوص توم كده مفرومين. والبهارات بتاعتي بابريكا وكمون وكزبرة وفلفل اسود وملح وبهارات فراخ. ممكن تحطوا مرقة برضو فورية هتبقى جميلة جدا. شايفين بقى الخليط طالع عامل ازاي؟ متماسك كده وحلو جدا. انا مش عايزاه سايل، انا عايزاه متماسك بالشكل ده. هجيب بقى هنا المواد الجافة بتاعتي. هنا كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من النشا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، والبهارات كمون وبابريكا وملح وفلفل اسود بالشكل ده. هقلبها بقى كويس قوي، ويبقى ده الخليط الجاف بتاعنا. هنشيل بقى من السوائل نحط في الخليط الجاف، وبعد كده نقلي. شايفين؟ هناخد بقى وردة وردة بالشكل ده،
ونغرقها بقى في الخليط. طبعا شايفين بقى سمك الخليط عامل ازاي كده، تماسك خالص في الوردة. هبتدي ان انا احط عليها بقى الدقيق بتاعي، الخلطة الجافة بتاعتي، وانفضها بالشكل ده عشان يديني بقى الشكل اللي عامل زي كنتاكي كده، هيبقى خطير. شايفين الجمال؟ نعمل بقى كل الوردات بتاعتنا بالشكل ده، وهنخلص بقى الكمية كلها ونركنها على جنب عشان نقليها كلها كده مرة واحدة، يعني ما نوقفش بقى. هخلص كله كده، وغرقي بقى كويس قوي الخليط جوه الوردات. هتلاقيها بقى ايه عشان لما نيجي نحمرها كده هتلاقي اللون الاخضر الحلو ده جوه العروق نفسها، من كتر ما هي شربت الخلطة بتاعتها. فلما نركن الوردات بتاعة القرنبيط بالشكل ده هتتشرب كده من الخليط كويس قوي، وبعد كده بقى نقليها. فهتكون بقى خلاص بقى يعني كل الخلطة دخلت جوه القرنبيطة نفسها بالشكل ده. فما تعملوش كده وتقلوا على طول، لا اركنوها شوية لحد ما تتشرب، وبعد كده نبتدي نقلي. غرقيها بقى كده بالمواد الجافة كده كويس قوي، وننفضها كده عشان تدينا الشكل الحلو. وهنخلص بقى الكمية كلها بنفس الشكل. بعد ما خلصناها جبنا بقى الزيت بتاعنا سخناه، ما يكونش سخن يعني لدرجة ان احنا نحرق الزيت، يعني سخن يعني الريحة بتاعته ما تطلعش. كفاية بقى 5 وحدات كده ننزلهم على الزيت، والزيت طبعا يكون غزير بالشكل ده برضو عشان درجة الحرارة بتاعة الزيت ما تقلش. ما تزوديش القرنبيط في الطاسة عشان يطلع معاكي مقرمش وحلو بالشكل ده. طبعا اللون دوت انا مش هستكفي بيه، انا هحاول ان انا اغمقها كمان، عايزة اللون الذهبي الخطير اللي احنا شايفينه ده. فهستنى عليها كمان شوية، واخلص بقى الكمية كلها بنفس الشكل. شايفين طبعا القرنبيطة وانا بقلبها كده ناشفة ومقرمشة جدا. هنزل بقى منها الزيت كده، هي طبعا مش شاربة زيت خالص، مجرد بس هطلعها كده وانزل بس منها شوية الزيت اللي ماسكين فيها، واحطها بس على على مناديل المطبخ، واسيبها شوية، وبعد كده احطها بقى كلها كده في طبق التقديم. الخلطة اللي احنا عاملينها دي ما بتخليش القرنبيط يشرب الزيت خالص. شوية بقى كزبرة كده على الوش، وهيطلع معاكي بالجمال ده. سامعين الصوت يجنن؟ من جوه بقى شوفي عاملة ازاي، اللي انا قلتلكوا عليه ان هي شاربة التتبيلة وشكلها خطير. جربوها بقى وشوفوا الجمال. ندخل بقى على الوصفة التانية اللي هي وصفة فلسطين. هنعمل طاجن حلو كده بالقرنبيط. اول حاجة كده في بولة هحط نص كوباية من الطحينة، عليها 5 فصوص توم مفرومين، كزبرة وفلفل اسود وكمون وبابريكا وملح. هضيفهم كده عليها. عايزين تحطوا الليمون في الخطوة دي حطوه، بس انا بحب احطه في الاخر بعد ما الطاجن عندي يستوي. حطيت كمان نص كوباية من المية دافية شوية او باردة عادي زي ما تحبوا. هبتدي ان انا اقلبها بالشكل ده لحد ما الطحينة عندي كده تفك خالص. وبعد كده هجيب بقى الطاجن اللي انا هحط فيه القرنبيط، نركن الخلطة دي على جنب، ونجيب بقى الطاجن وابتدي ارص فيه كمية كده مناسبة من القرنبيط. عايزين تكبروا كمان يعني انا اعملوا بس طاجن، انا عملت طاجن كده صراحة على قدي. الاولاد عندي برضو بيحبوها، فسبت لهم برضو شوية عشان هعمل برضو وصفات تانية من القرنبيط. هحط بقى عليها كده الخلطة الحلوة بتاعتنا دي، ومجرد بس ادخله الفرن الشواية هيتشمع بس. ربع كوباية من زيت الزيتون، وزيت الزيتون ضروري. لو مش موجود يعني اضيفوا اي نوع زيت، بس ده طبعا يعني فلسطين بيحطوا عليها زيت الزيتون اساسي عندهم زيت الزيتون. بعد كده بقى دخلتها الفرن شمعتها بالشكل ده، وحطيت بقى شوية ليمون، عصير الليمون بالشكل ده، وطلعت معايا بالجمال ده كله. شايفين طحينة كده بقى مع التوم ليها طعم تاني خالص. جربوها بجد هتعجبكم جدا، طعمها تحفة بالعيش بقى كده، وهتاكلوا احلى طاجن
قرنبيط. بجد حلو جدا، هيعجبكم قوي، طعم مختلف ودافي كده كمان، يعني في الشتا بقى تاكلوه كده خطير. وده احسن وقت ان انتوا تجربوها، بجد وصفة حلوة جدا هتعجبكم. طبعا بقى بنتي مستعجلة وعايزة تدوق، فندوقها بقى حتة كده. هي انا جربته قبل كده وعجبها وعجب الاولاد عندي جدا، فقلت اعمله تاني. طبعا الطاجن ده بيتاكل اكتر كمان من القرنبيط المقلي. فياريت تجربوا الوصفة الحلوة دي، سهلة جدا وبسيطة وطعمها تحفة، من احلى الوصفات للقرنبيط. ياريت تجربوها. بتمنى لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير، باي باي.